مساكم أو صباحكم زي الفل. لو أول مرة تسمعوني، أنا دينا وده بودكاست قعدة أمهات. في سؤال عايزة أسألهولك قبل ما نبدأ. آخر مرة زعقتي لابنك، هل فاكرة زعقتي له ليه؟ وأنا هنا على فكرة مش بتكلم على الزعيق العادي بتاعنا، طبيعي جدا هنزعق لعيالنا. أنا بتكلم على الزعيق اللي بصوت عالي، اللي بيتخلله صريخ وصويت. في جملة كلنا اتربينا عليها: أنا بزعق له عشان مصلحته، وبعدين أنا ما بضربوش. أكن الأمان للأطفال بقى هو غياب الضرب بس علم النفس بقى بيقول لنا حاجة تانية خالص. الطفل ما بيسجلش الكلام، الطفل بيسجل النبرة، بيسجل الإحساس. عايزاكي كده تتخيلي معايا عندك جهاز إنذار في البيت. كل يوم الجهاز ده بيضرب بصوت عالي جدا على أي حاجة بتحصل، حتى لو حاجة صغيرة تافهة وقعت على الأرض. بعد شوية إيه اللي بيحصل؟ سكان البيت هيفضلوا عايشين متوترين طول الوقت، حتى لو الجهاز ده ساكت ما بيطلعش الصوت. هما مستنيين الصوت اللي هيطلع من الجهاز المرة الجاية هيطلع امتى. هو ده بالظبط اللي بيحصل للجهاز العصبي بتاع الطفل. لما الزعيق بيبقى هو الرد الفعل الطبيعي لأي حاجة في البيت، مخ الطفل بيبدأ يقرر قرار لا إرادي إن البيت ده مكان غير متوقع. أنا لازم أفضل صاحي ومستعد للخطر طول الوقت. الطفل بيكبر وهو ناسي كل المواقف اللي حصلت، ناسي كان عنده كام سنة لما انتي زعقتيله، ناسي عمل ايه، بس جسمه بيفضل فاكر طول الوقت، بيفضل فاكر الإحساس. علشان كده ممكن نلاقي راجل طول بعرض أول ما مديره يعلي صوته في الشغل، حتى لو الزعيق ده مش موجه ليه، تلاقي ايده بتترعش وقلبه بيدق بسرعة. مش عشان هو ضعيف، بس عشان جسمه رجع لسنين ورا لما كان الصوت العالي ده معناه أنا مش آمن، أنا مش حاسس بأمان. يمكن دلوقتي في ناس بتسمعني تقول لأ، انتي مأفورة شوية يا دينا، انتي بتبالغي قوي، هو الزعيق هيعمل كده؟ وانا افهم جدا ليه حد ممكن يحس ان الكلام ده مبالغ فيه، بس الحقيقة بقى ان انا ما بقولكوش كلام نظري. انا الموضوع ده بيمسني انا شخصيا وقريب جدا من قلبي، لان انا تعرضت له بنفسي. ولحد النهاردة غصب عني اول ما بسمع حد بيعلي صوته جدا، حتى لو الزعيق ده مش موجه ليا، انا بحس ان جسمي كله بيتوتر، ضربات قلبي بتزيد، اكن جسمي افتكر احساس قديم قبل ما عقلي يستوعب اللي بيحصل. علشان كده انا مؤمنة جدا ان احنا لازم ناخد الموضوع بتاع الزعيق واللي بينتج عنه ناخده بجدية اكتر، مش علشان نخاف او نحس بالذنب، ولكن علشان نبقى واعيين ان اوقات ردود افعالنا بتسيب اثر اكبر مما احنا متخيلين، وان كل محاولة مننا اننا نهدى ونتحكم في اعصابنا، صدقوني ده استثمار حقيقي في احساس اولادنا بالامان. انا عارفة ان الكلام ده ممكن يوجع، وعارفة ان في دلوقتي ممكن تبقى بتسمعني وبتقول يا نهار ابيض انا بوظت ابني. بس عايزة اقولك ان انتي ما بوظتيش حد، انتي بتحب عيالها، ولو الحب ده كان بيمنع التعب ما كانش فيه ولا في الدنيا كلها زعقت. بس الحقيقة ان انتي بني ادمة مضغوطة، ووراكي شغل، وراكي مواعين، ووراكي مذاكرة، ويجي ابنك يطلق المية على الارض فتبقى هي دي القشة اللي قسمت ظهر البعير، فتروحي منفجرة وبعدها تقعدي تعيطي وتقولي انا فاشلة. بس جلد الذات عمره ما بيربي طفل سوي. اللي بيربي بجد هو سؤال واحد: انا ازاي هحاول ابقى بكرة اهدى من النهاردة. التربية دي يا جماعة مش زرار بندوس عليه فبنبقى حلوين طول الوقت. التربية دي عاملة زي عضلة في جسمك، لو بطلتي تستخدميها وتمرنيها طول الوقت العضلة دي هتبدأ تضمر ومش هتبقى شغالة معاكي كويس. والتربية عاملة زي العضلة دي، بنقويها بالتمرين، بنقويها بالممارسة. مفيش أي مطلوب منها إنها تبقى هادية طول الوقت 100%، بس مطلوب منك إن انتي تبقي بتحاولي. جربي حاجة فرقت معايا جدا، لأن أنا كنت من الأمهات اللي بتفقد أعصابها بسرعة وبتزعق بصوت عالي، وللأسف أنا شايفة تأثير ده على ابني دلوقتي. بس ما استسلمتش وما قلتش أنا بوظت الدنيا، لأ، أنا كل يوم بحاول. كل يوم أول ما بصحى من النوم بعمل اتفاق مع نفسي: أنا النهاردة لما هتعصب هسكت ومش هتكلم، أو أنا النهاردة لما هتعصب
هدخل اقعد في اوضة تانية لحد ما اهدى، لان الموضوع ما بياخدش وقت طويل، احنا بس بيبقى الانفجار لحظي. وساعات لان انا شخص بينسى، اللي بيعاهد نفسه بيه كل يوم ورقة صغيرة، كل يوم زي ستيكي نوت كده بحطها في اكتر مكان انا بقف فيه، وهو طبعا المطبخ. اقراها كل يوم، احطها على التلاجة. انا النهاردة هختار ان انا مش هتعصب. هتنجحي من اول مرة؟ لا، مش بالضرورة. هتقعي وهتفقدي اعصابك وهتزعقي، ده في الاغلب هيحصل. ولكن لو كنتي بتزعقي 10 مرات في اليوم، وفي يوم بقيتي بتزعقي 5 مرات بس، ده مش فشل، ده انتصار كبير يستاهل تسقفي لنفسك عليه. والطفل اللي انتي شايفاه عنيد ده، هو في أغلب الوقت طفل خايف ومش حاسس بالأمان. الأطفال عامة بينظموا مشاعرهم من خلال الأم. يعني ابنك مش محتاج خالص ان انتي تبقي أم خارقة عمرها ما غلطت. ابنك محتاج ان انتي تبقي أم حقيقية، أم لما تغلط تنزل لمستواه وتبص في عينه وتعتذرله وتقول له أنا آسفة، مامي صوتها عالي وده كان غلط، أنا كنت متعصبة النهاردة وما كانش المفروض إن أنا أزعلك، أنت حبيب قلبي، وحتى وأنت غلطان أنا هفضل أحبك. والجملة دي يا جماعة مهمة جدا جدا جدا، إن الطفل يبقى عارف ومتأكد إن مهما هو عمل حاجة غلط، أنت زعلانة من الفعل، بس أنت بتحبيه وبتموتي فيه، ومهما عمل هو هيفضل ابنك حبيبك اللي أنت فخورة بيه، ولكن انتي بس بتزعلي من الافعال اللي هو عملها. لازم الطفل يبقى عارف ان مش لو انا عملت حاجة كويسة امي وابويا بيحبوني، بس لو غلطت هما ما بيحبونيش. دي غلطة امهات كتير بيعملوها، انا زعلان منك، انا مش بحبك. لازم الطفل يبقى عارف ان الحب مش مربوط بالافعال، الحب ده موجود على طول. اعتذاركم لولادكم صدقوني ده بيمسح خوف شهور. وعايزة اقول للامهات برضو ان انا ما بلومش اي ام بتفقد اعصابها، لان بجد في مواقف لو اتحكت لناس من بره هيموتوا من الضحك، بس لو انتي بتعيشي الكلام ده كل يوم الموضوع بيبقى مختلف تماما. فطبيعي ان يجي علينا وقت نفقد اعصابنا، وممكن تبقى ردود افعالنا اكبر من الموقف نفسه، مش عشان الموقف كبير، بس عشان ده مش اول موقف ولا عاشر موقف، ده تراكم يوم كامل واسبوع وشهور وسنين. والحاجات اللي كانت زمان عادية جدا بعد الخلفة حقيقي بجد هي بقت رفاهية، والحاجات اللي بقت بتفرق في يومنا بقت تتعدى على الصوابع. فلو لقيتي نفسك ساعات فقدتي أعصابك ما تلوميش نفسك، ده مش معناه ان انتي أم وحشة، ده معناه ان انتي إنسانة وبجد عليك حمل كبير جدا. يمكن أكبر ورث هنسيبه لولادنا مش فلوس ولا شهادات، الورث الحقيقي هو الإحساس اللي هيفضل جواهم لحد ما يكبروا. يا ترى لما هيفتكرونا هيفتكروا إنهم كانوا خايفين، ولا هيفتكروا إن البيت كان مكان يقدروا يهدوا فيه، مكان كله أمان؟ يمكن بجد ده أغلى ورث ممكن نسيبه لعيالنا. يا رب تكون الحلقة النهاردة عجبتكم، أتمنى إن كلامي يغير فكركم، يحسسكم بجد إن في حاجات بنبقى فاكرين إن هي بسيطة جدا ولكن أثرها بيبقى كبير جدا على أولادنا. وأشوفكم بإذن الله على خير في الحلقة الجاية من بودكاست قعدة أمهات.